أهلا أصدقائي الحلوين، كيفكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين وانتوا تشوفوا اليوم جايين المزرعة، تبي نقطف منها ثمار ونبي نجلس فيها كمان نفطر لأنه صايمين، فباخذكم معي. بسم الله نبدأ. الحين مرحلة اختيار الجلسة. شوفوا يا تبارك الرحمن كيف الخضار يفتح النفس. الأشجار اللي مثمرة هناك، فناخذ كيس ونروح نقطف الثمار. فطبعا ما شاء الله طالع محاصيل عندهم كثيرة اليوم، مو اليوم، الفترة دي طالع عندهم توت والبابايا والمانجا السكرية، وكمان اللوز اللي يحبون اللوز. طبعا أنا ما أحبه بس أخواتي ما شاء الله يحبونه، فهيلا نروح نشوفها. يعني الأحلى من هذا كله شوفوا كيف الأجواء مرة حلوة سبحان الله. عينكم على التطقيم، ألوان والأروع ما شاء الله. شوفوا كيف الأرض غرقانة، طبعا تو جا رشة مطر حلوة ما شاء الله تبارك الله. الله يجعل مطر خير وبركة. شوفوا كيف أوراقها لسه غرقانة سبحان الله. شوفوا هذه شجرة مانجا ذكرتني بشجرة جدتي الله يرحمها. شوفوا كيف الثمار طالعة فيها ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله ثمارها واصلة لوين، ما شاء الله تبارك الله. وشوفوا هذه ما شاء الله شجرة الليمون، شوفوا كيف الثمار طالعة فيها، طبعا بعيد كأنها زيتون. وهنا ما شاء الله شجرة التوت، طبعا جدتي زمان كانت عندها واخواتي كانوا يقطفون من هم صغار ما شاء الله. شوفوا كيف. في نبتة زمان كنت شفتها في برنامج كانوا يسوون عليها زي كذا وتنقفل، طبعا شكلها مودي. شوفوا كيف، طبعا أحمر مرة يعني عادي ناخذ منه، بس شوفوا سبحان الله أوراق التول مرة أعرف إن الأوراق كذا كبيرة يا سبحان الله. كمان هنا أشجار التوت، هذا اللي قدرت أخذه والباقي خليته لما يصير أحمر بزيادة. وهنا شجرة الموز، شوفوا شكل القطرات عليها مرة حلو سبحان الله. وهذه المانجا كيف لونها سبحان الله، كأنها المقاطع الصينية اللي يقطعوها كذا من الشجرة وتطلع موية منها. ما معي سكينة. وكيف ما شاء الله ثمار، طبعا ما راح نقطف منه لأنه أصلا ماخذين من عنده كرتون يعني، فبنخلي هذه اللين تثمر بزيادة، مو تثمر يعني خلاص ما يحتاج إن نقطف. وهذا هو اللوز اللي يحبونه أخواتي، عليهم بالصحة والعافية يا رب. وهذه شجرة الشيكو أول مرة أسمع فيها، بس شكل الثمرة كأنها تين. وهذه الفاكهة سبحان الله، شوفوا كيف ثمارها دقيقة، شوف سبحان الله. كمان في هنا الجوافة الحمراء، بس أتوقع مو موسمها تطلع. شوفوا هنا الجوافة المصرية ما شاء الله. بسم الله، في صوت هنا. باخذ لي هذه بس. وهذه شجرة تفاح الورد، شوفوا كيف اللمعة في الأوراق سبحان الله. هي شجرة اللوز، شوفوا اللي وريتكم الثمار قبل شوي. شوفوا هذه النحيفة شجرة الكاري. بروح الحين عندهم يقولوا عندهم باذنجان،
يلا بسم الله. مرة شوفوا مرة هنا. وهنا الباذنجان تشوفون الثمرة جوا كيف ما شاء الله. شوفوا هناك ما شاء الله. طبعا كله هذا باذنجان. الزهرة كيف مرة ما شاء الله شكلها حلو. شوفوا خنفسات زي أفلام الكرتون سبحان الله. شوفوا هنا ما شاء الله. شوفوا الطماطم مرة شكلها كيوت. شوفوها طبعا حجمه مرة صغير. شوفوا هذا كل الحق الطماطم. وشوفوا الموز. طبعا أول مرة أشوف الموز كذا من الشجرة وقريب. يا سبحان الله. طبعا شوفوا كيف كأني في الغابات اللي في الأفلام كذا. شجر موز تغطيني ومطر. سبحان الله شيء مرة كذا ممتع. كيف هذا اللوز أتوقع لوز بجلي طايح في الأرض. والمانجا مرة كثير ما شاء الله. جيت هنا عشان أشوف الطماطم. إيه بسم الله ما شاء الله. وهذول الصغار كيف. طبعا اللي وريتكم قبل شوي طلع مانجا مو لوز. طبعا الحين رايحين نشوف دوار الشمس. شوفوا الورد اللي هنا مرة حلو. شوفوا هنا دوار الشمس. طبعا بروح حقل اللي أكبر من هناك. بس بنزل عنده أقرب. شوفوا ما شاء الله الكركديه كيف. شوفوا مرة حلو. شوفوا ما شاء الله ثمار المانجا كيف. طبعا المزرعة أغلبها مانجا مرة ما شاء الله. شوفوا استغفر الله. حاطين كرسي كذا للي بيروق. شوفوها تجنن الجلسة. بس ما أدري هذه شجرة السدر أو لا. اللي يعرف إن شجرة السدر تكون أصغر أوراقها. ما أدري عادهم أخبر مني بذا الشيء. شوفوا وش هذه ثمار. شوفوا هذه شجرة الكافور أتوقع. شوفوا هذا أكليل الجبل ما شاء الله تبارك الله مرة كبير. طبعا الريحة مرة رهيبة. شجرة القطن ما شاء الله. طبعا ماما تقول كان عندهم كثير كانوا ينقونه ويستخدمونه. وهذه تروج أتوقع هذيك اللي تشبه الخشخاش. شوفوا هنا كان في جلسة رمضانية رهيبة ما شاء الله. شوفوا هناك غنم في وراها حصان ما شاء الله. بس خلاص تعبنا فبنروح نجلس. شوفوا هذه مرة حلوة سبحان الله. تخيلتها كذا كريستالات أو تطريز على فستان حرير. يا الله بيكون يجنن. خلاص الحين بنجلس إن شاء الله لين المغرب. طبعا خلاص طالعين ما قدرنا ننتظر للمغرب لأنه لا إله إلا الله شوية حر يعني كتم الجو. طالعين ولين هنا يكون خلص يومنا. كان يوم الحمد لله جدا جميل. طبعا شوفوا هذه جوافة وهذا موز من المزرعة. طبعا في اشياء ثانيه كمان نسيت ما اصورها لانه ما شاء الله بالصحه والعافيه علينا اكلناها ونسيت ما اصورها. والين هنا يكون وصلنا نهايه الفيديو. شكرا اصدقائي الحلوين على المشاهده. اشوفكم في الفيديو الجاي. الى اللقاء.